الوضع ملتهب جدا. والشيء الغريب اللي ألاحظه أنه إحنا على بعد أيام من أهم استحقاق عالمي اللي هو كأس العالم، لكن بالمقارنة إذا قارنا ما نحكيه فنيا أو ما منتخبنا ممكن يقدمه في كأس العالم مع فوضى الاتحاد السابق والاتحاد الحالي، راح نجد أنه هذه الفوضى هي اللي غالبة على الوضع وعلى كلامنا وعلى الإعلام وعلى المحللين اللي جاي أشوفه وضع مو طبيعي، وكل شخص يحاول أن يطيح بالشخص الآخر، وكل واحد نقول عليه احنا سابقا نقول هذا كبير، هذا عاقل، هذا يفتهم، هذا ما ينجر. يبدو انه الجميع يلهث وراء المصالح، يعني ماكو واحد يقدر هذا الوضع ويقول يا اخوان ترى احنا عندنا كاس عالم، ترى احنا وين هالسوالف هذه. وكل واحد همينه الجماعه يغني على ليلاه، اللي مستفاد من المرحله الماضيه تشوفه مدافع باستماته وكأنه المرحله الماضيه كلها ملائكه وانبياء، واللي يحاول يستفيد من الوضع الحالي تشوفه يدافع ايضا بذات الطريقه وكأن الاخوان ما راح يغلطون طول حياتهم. وهذا اكبر خطا قد نقع به. انا مو منظر ولا انا خوش ادمي واحسن من البقيه وراح احكي هذا الكلام، بس واحد اذا صفر شويه راح يلقى انه الوضع الحالي وضع مو اعتيادي. وترى انا عندي دائما ايمان بداخلي ماكو واحد يجي انه يريد يشتغل 100%، تبقى المصالح الشخصيه والانا هذه احيانا موجوده، وهي للاسف بوضعنا الحالي بالعراق هي الغالبه على من يتصدى للمسؤوليه، او اغلب اللي يتصدون للمسؤوليه خلينا نقول بنسبه 97%. لكن للاسف احنا احيانا ايضا نشوف نفسنا ننجر وراء هذه المهاترات، لانه هي فعلا مهاترات. والحكي المشكله انت ما تقدر تعبر على هذا الكلام، لان الحكي اللي ينحكي خطير وتفاصيل يعني ما تقدر تعبرها وتروح عليها وتقول يلا ماكو شيء وطبيعي الوضع. اليوم انا استمع الى تصريحات الكابتن يونس محمود يعني بعد زياره الدكتور عقيل مفتن، غيرها من التصريحات يعني تصفون تقول يعني صدق يعني المرحله الماضيه هي كانت زين، ماكو دوله، ماكو محاسبه، هاي الامور شلون كانت تمشي يعني. هذا البرنامج برعايه مجموعه المنيف القابضه MPC جروب.